صباح الخير. النهارده هنتكلم على المشروع الجديد ابراج السخنه لشركه تطوير مصر. النهارده هنحاول نحلل المشروع كده شويه ونجاوب على 3 اسئله. السؤال الاولاني، هل منطقي ان انت تعمل ابراج في السخنه؟ السؤال الثاني، هل هو استثمار قوي ولا لا؟ السؤال الثالث، هو انا اشتري ولا ما اشتريش؟ تعال نتكلم ليه اصلا في ابراج في العين السخنه. احنا متعودين العين السخنه يعني شاليه على البحر، يعني فيو على البحر، يعني فيلا على البحر على طول. طيب النهارده الابراج بتديك 3 مزايا ممكن مش موجوده في الحاجات العاديه. الميزه الاولانيه ان انت كل اليونتس هتبقى واخده وايد فيو على البحر بشكل كبير جدا، مش هيديك اي شاليه ولا فيلا. تاني بوينت ان التوسع الرأسي هيبقى مؤفيد بكتير جدا من التوسع الافقي. تالت بوينت، التاور دايما بيبقى جنبه مراكز خدمات زي ممشى، زي ماركتس، زي كافيهات، زي مطاعم، بيخلق منطقه جذب سياحي للمنطقه كلها. بس هنرجع نقول في الاخر، هل ده مناسب ليك ولا لا؟ على حسب اللي انت عايزه. في ناس ستيل عايزه تفتح بابها تلاقي قدامها البحر، تلاقي قدامها شاليه خصوصيه اكتر. هل ده متوفر في البرج؟ لا. وعلى العكس تماما، في ناس بتبقى عايزه تبقى قاعده في وايد فيو، تبقى قاعده في مكان فيه خدمات كتيره، فيه جذب سياحي كتير، فده يبقى مناسب ليه طبعا البرج. قبل ما نبص على السعر وخطه السداد، تعالوا نتكلم شويه على المطور اللي ورا المشروع ده. طبعا المطور هو شركه تطوير مصر. شركه تطوير مصر عندها اكتر من 7 مشاريع موجودين على مناطق كتيره جدا في مصر، اشهرهم طبعا فوكا باي ودي باي في الساحل الشمالي، بلوم فيلدز في المستقبل، ريفرز في زايد الجديده، وغيرهم كتير. زي اي مطور، شركه تطوير مصر بدات في 2014، عندها شويه تاخيرات في بعض المشاريع، بس في نفس الوقت عندها سجل تسليمات حلو جدا بكواليتي ممتازه، دايما بيحطها في حته المطورين الكبار. الفكره وما فيها ان انت لما تحط استثمار مع مطور كبير دايما بيبقى استثمارك مضمون اكتر، بيبقى الريسك فيه اقل، لان الناس دي عارفه ازاي تشغل وعندهم سجل في حاجه زي دي. مثلا في فوكا باي مستوى الاجراءات هناك عالي جدا، الكواليتي بتاعت التشطيب وكواليتي اللايف ستايل اللي هناك عاليه جدا. طيب تعالوا نتكلم ليه العين السخنه اصلا. العين السخنه هو اقرب بحر للقاهره، يعني ساعه ونص من القاهره بتبقى في العين السخنه. ده بيخلق نوع طلب مختلف شويه، زي مثلا الويك اندز، زي الاجازات السريعه، زي الكوربريت ريتريتس اللي بتتعمل بسرعه جدا في ليله او ليلتين. كل ده يخلي السخنه عندها وجهه ان هي تفضل طول السنه وجهه سياحيه، على عكس الساحل الشمالي اللي مركز في الصيف بس. ده بالاضافه كمان ان منطقه الجلاله حوالين المشروع داخله في خطط تنميه كبيره جدا الفتره الجايه، وده اللي اتحقق في مشروع المونت جلاله. مشروع مونت جلاله مشروع مختلف تماما عن اي مشروع في العين السخنه. المشروع معمول على جبل بيوصل ساعات ارتفاعه ل 500 متر فيما فوق، وبواجهه بحريه كبيره جدا. المشروع في المرحله الاولى اللي اتسلمت اوريدي بيعمل واجهه باكتيفيتيز بايفنتس شغاله طول السنه تقريبا، فده اللي عاملينه تطوير مصر مختلف تماما عن اي مشروع تاني في العين السخنه، بكميه اللاجونز اللي معموله عن طريق شركه كريستال لاجونز. ودايما تطوير مصر مركزه في ان هي بتعمل الشراكات مع شركات كبيره عالميه بتادي لجوده كبيره جدا في مشاريعها. طيب تعالوا نتكلم بقى على الابراج. مارينا تاورز من الاسم كده، هي الفكره مرتبطه اصلا بفكره المارينا اليخوت العالميه اللي هيجيبوا لها اوبريتور عالمي يدير المارينا دي. يعني الفكره مش مجرد مباني فقط، لا، الموضوع كله ان ده هيبقى نقطه تجمع فيها كل الخدمات الترفيهيه، المطاعم، الكافيهات، الممشى، بلس المارينا. وطبعا ده بيخلق ووتر فرونت ديستنيشن متكامل في العين السخنه. فكره الابراج في العين السخنه هي فكره جديده نسبيا، نجاحها او فشلها بيعتمد على اداره المشروع، التشغيل، والخدمات اللي متوفره في المشروع، ودي الحاجه اللي نجحت اوريدي فيها تطوير مصر في مشاريعها السابقه. طيب تعالى نتكلم كمستثمر عايز يشتري وحده وعايز يشوف العائد الايجاري منها هيبقى عامل ازاي. فانت يهمك 3 حاجات. الاشغال طبعا زي ما اتكلمنا قبل كده، السخنه قريبه جدا من القاهره، فده بيخليها دايما في اشغال، خصوصا في الويك اندز على مدار السنه كلها. تاني بوينت، سعر الليله. خليني اقول لك ان سعر الليله دلوقتي في العين السخنه في الاوتيلات تقريبا بيتراوح ما بين 8000 ل 10000 جنيه في الليله. ده بيديك برضو مؤشر انت ممكن تكسب قد ايه من الوحده بتاعتك. تالت حاجه، التشغيل واداره المشروع، وده اللي اتكلمنا عليه قبل كده. الشركه بتاعه تطوير مصر عندها اوريدي النو هاو بتاع تشغيل المشروع، فده يضمن لك استثمار قوي. طب هل كلامي ده يعني ان الدنيا وردي واي حد هيشتري في المشروع دايما هيكسب كتير جدا؟ فكره وما فيها ان في بوينت مهمه جدا، ان مش كل الناس بتحب في المصايف فكره الابراج. دي بوينت مهمه جدا بالذات للمصريين. الحاجه الثانيه التشغيل، وده اتكلمنا عليها قبل كده وقلنا ازاي ان التشغيل بالنسبه لتطوير مصر حاجه مهمه جدا وقادرين ينجحوا فيها. ثالث بوينت هو اختيار الوحده نفسها. اختيار الوحده نفسها هيفرق معاك جدا في العائد اللي هيجي لك، لان كل ما الوحده كان مكانها مميز والدور اللي انت اخترته مكانه وموقعه مميز، ده هيفرق معاك في العائد جدا. خلاصه الموضوع ده كله ان انت لو مستثمر وعايز تشتري في المشروع ده، هتشتري الوحدات الصغيره زي غرفه او غرفتين هتجيب لك عائد ايجاري طول السنه. او لو انت عايز ويك اندز دايما لعيلتك، هتبقى مناسب جدا ليك المشروع ده. طب امتى ما يكونش مناسب ليك؟ لو انت بتحب الخصوصيه قوي. هل ده لا يعني ان الابراج فيها خصوصيه؟ فيها خصوصيه عاليه جدا، بس في ناس بتحب فكره الفيلا والبحر، وان انا مني للبحر زي ما قلنا في الاول خالص. في النهايه الفكره مش انك تشتري اي مشروع وخلاص وبسرعه، الفكره انك تشتري صح وتختار صح.